السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ النهارده عايز اوريكم العطور بتاعتي اللي انا بستخدمها شخصيا. هزروا فزروا هي ايه؟ تعالوا نشوف كده. انا حاليا ببدل في العطرين دول، هم صغيرين اي نعم، قربوا يخلصوا بس كويسين بيقضوا الغرض اللي انا عايزه. اول حاجه ده عطر اسمه ريلم، تمام زي ما انتم شايفين كده، حاجه مكوره مدوره، والريحه بتاعته كويسه. يعني انا خليني كده اشمها واقول لكم الريحه بالظبط هي عباره عن ايه، او الانطباع بتاعها اللي انا بحسه اول ما بستخدم الايه العطر ده. يعني حاسه كده في لمسة توابل على زهور، فهو تعتبره كده زهور توابل. بس حلو يعني، لما تشمه تحس براحة شوية ويعجبك، وفي نفس الوقت الحاجات المركزة يعني تركيزه عالي فبيطول معايا. وعشان كده انا حابب العطر ده، ولما بتستخدمه يعني اي حد بتبص ليه بيسألك انت بتستخدم عطر ايه، فاعتقد ان ديت اكتر حاجة بيحب يعني يستخدمها الشباب في العطور، وان يكون حد او تبص تلاقيها ان هي بتلفت الانتباه كده مجرد ما بتعدي من مكان او بتكون في مكان مع حد. تعالوا نشوف بقى العطر التاني، وهو العطر ده اسمه زي ما احنا شايفين كده اكزوتيك كوليكشن نمبر 8. تمام. آه، برضو من الحاجات الجميلة 50 ملي، من الحاجات اللي انا حبيتها. تعالوا كده هشمها واقول لكم برضو الانطباع بتاعها عامل ازاي. يعني هو بيفكرني إلى حد ما بعطر مون بلان ليجند. لو حد يعني لو حتى لو بحثت عنه على جوجل هتشوف العطر اللي هو المون بلان ليجند. فهو نفس الحكايه، بيفكرني بالايه بالعطر دوت. اخر حاجه احب اقولها لكم ان العطور دي يعني كلها خاصه بشركه درع للعطور، ويعني حاجات كويسه واسعار كويسه، ما هياش غاليه. يعني اي حد ممكن يجيبها، وحاليا في العروض الخاصه بتاعتهم بصراحه عروض ممتازه جدا. فانا اعتقد ان هي حاجه كويسه انك يعني يبقى عندك اكتر من عطر، وتقدر تبدل ما بينهم، واحد بالليل واحد بالنهار، واحد بتستخدمه بشكل دوري، نازل تصلي في اي وقت، فانت بتستخدم عطر يبقى على الاقل في ريحه كويسه كده وانت بتتحرك. ف طبعا يا رب يكون الفيديو عجبكم، شكرا لكم والسلام عليكم.